مع انطلاق موسم أفلام منتصف العام رسميا يوم الأربعاء الماضي لعام 2023، أعلن رامز جلال عن بداية عرض فيلمه أخي فوق الشجرة بدور العرض المصرية. أول حاجة لازم تعرفوها، أنا مش شيف. وبعرض فيلم أخي فوق الشجرة بطولة الفنان رامز جلال ونسرين طافش وتارة عماد وحمد المرغني وويزو ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم. ايه اللي حصل يا بابا؟ رفضتني فتحية. حقق الفيلم في أول أيام عرضه 383 ألف جنيه، والعديد من المشاهدين ينتظرون العرض الأول أمام دور السينما المصرية، ويرجع ذلك إلى الشعبية الكبيرة اللي بتمتع بيها رامز جلال في عالم الكوميديا. تعرفي الاستاذ بهاء؟ انا الجيرل فريند تبعه. امال فين الاستاذ بهاء؟ واللي كان آخر أعماله هو أحدب نطر تام. وتدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة للنجم رامز جلال حول شخصية اسمها علاء، وهو انطوائي بيعيش حياة صحية منظمة. كذلك بيجد أن هناك شخص آخر لا يعلم بوجوده مسبقا، وهو أخوه التوأم بهاء. إنك تعرف إن عندك أخ وأخوك مازال في أمريكا لغاية دلوقتي، اللي بيكون له جسم ثمين للغاية وحياته مستهترة جدا. هنعمل إيه؟ للاسف ده صراع من اجل الحفاظ على النوع. كما يقوم بقلب حياة علاء رأسا على عقب في وقت قصير. وايه اللي انا باكله ده مال؟ دي اللي عملتها امي، نفسها حلوه قوي في الاكل. يعني بتتكرع في الاكل ولا ايه؟